بشكل ملخص مطول اللي جمعت في بنزرت نادي البنزرتي بالملعب التونسي. لقاء سجل انضمام ومشاركه صابر المحمدي لاول مره في تشكيله الملعب التونسي. حضور جماهير كان كبير وزوز ورقات حمراء وزعها الحكم مراد الدعمي في المباراه. ملخص مطول اذا تابعوه مع شكيب الخولدي في التعليق، تحقيق احمد صالحي محمد الشريف، تصوير هادي بن علي، اخراج محمد حاج سليمان، والتركيب لنجيب الوخي. في الفضائية تونس 7 متتبعي برنامج الأحد الرياضي، مرحبا بكم في هذا الملخص لمباراة الجولة العاشرة ذهاب لتجمع في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت النادي الرياضي البنزرتي بالملعب التونسي. إشارة انطلاق اللقاء بعد تصفية الحكم مراد الدعمي طويلة من محمد الجيزاني، وتخرج مباشرة للتمس لصالح الملعب التونسي. أنيس البوسعيدي، ما زالت الكرة من لاسيني تراوري، ما زالت لصالح الملعب التونسي ومخالفة تتنفذ المخالفة. فتحي المشرقي يرفعها، يخرج عصام الكافي ياخذ الكرة قدام فابيانو دو سانتوس وأيضا أكرم جعفر. لسعد الورتاني، جمال الدين الإمام، جمال الدين الإمام، لاسيني تراوري ومعه محمد الجيزاني ومخالفة ضده، مخالفة ضد محمد الجيزاني. طبيعي باش يكون جمال الدين الإمام ولسعد الورتاني قدام الكرة. دوز مهاجمين مختصين في تنفيذ مثل هذه الكرات الثابتة. جمال الدين الإمام ينفذ وهدف، هدف ممتاز جدا. قلنا أن جمال الدين الإمام طبيعي باش يكون قدام كرات من النوع هذا. جمال الدين الإمام مختص في تسجيل كرات ثابتة، هدف ممتاز جدا في الزاوية 90 من جمال الدين الإمام. التوقيت 23 دقيقة في هذا الشوط الأول من المباراة وهي الإعادة. كرة مقوسة من جمال الدين الإمام على يمين الحارس محمد التوبي، يمسها وتدخل هدف لصالح الملعب التونسي وفرحة أحباء الملعب التونسي على مدارس ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. هدف لصفر لصالح الملعب التونسي والتوقيت 23 دقيقة. فتحي المشرقي، عبد النداي ومخالفة، وما انذار شرفه الحكم مراد الدعمي. يبدو أن الانذار الثاني بالفعل، الانذار الثاني يرفع الحكم مراد الدعمي. شوفوا إعادة للعملية اللي تحصل على إثر على عدنان البغولي على الانذار الثاني. أنا مشيت للكرة، ما هو كفر على الكرة جت فيا، لا غلط. أما الأربيتر غلط، والله الأربيتر غلط، مش ماشي لهم تغش. محمد الجيزاني يرفعها طويلة فابيانو دو سانتوس، يمهد العبدول جاي وتسديدة في دين الحارس عصام الكافي. شوفوا التمهيد نتاع فابيانو دو سانتوس والتسديدة القوية من عبدول يورون جاي في دين الحارس عصام الكافي. عبدول يورون جاي، فتحي المشرقي على الجهة اليسار وبحذاه خالد مراد. فتحي المشرقي، فتحي المشرقي، فابيانو دو سانتوس، التمهيد العبدول يورون جاي، باهية تسديدة ما زالت خطيرة على دفاع الملعب التونسي وتضرب في أنيس البوسعيدي وترجع من سعيد السايبي. كان فرصة هدف. محمد الجيزاني طويلة في اتجاه فتحي المشرقي، أنيس البوسعيدي يقوم بالتغطية ومخالفة ضده، يرفع ساقه في وجه فتحي المشرقي. هل هو انذار أم ورقة حمراء؟ انذار ثاني، انذار ثاني، يعني الإقصاء الثاني في صفوف الملعب التونسي. ورقة حمراء ثانية يرفعها الحكم مراد الدعمي. زوز إقصاءات في صفوف الملعب التونسي. أنيس البوسعيدي أمامنا على الشاشة يغادر الميدان. شنو رايه في الورقة الصفراء الثانية، الإنذار الثاني والورقة الحمراء؟ أتو نعرف هذا مع أحمد الصالحي على حافة الميدان. الناس كان بإمكانك تفديها الورقة الحمراء. ما تفديهاش، لعبة تشوف فيها كاس أخي، واحد ما لعبش صحيح، اللعبة يلزم واحد يلعب صحيح. هاك تشوف طلعت الكورة لا غالبة، يعني ورقة حمراء قاسية شوية، قاسية برشا، ما عملت شيء لخاطر. ترجع بسرعة لصالح النادي البنزرتي، وفي هذه الآونة يسفر الحكم مراد الدعمي
نهاية الشوط الأول بالملعب التونسي ومضيفه نادي البنزرتي بتقدم الملعب التونسي بنتيجة هدف ل0. نسعد يبدو لي الملعب التونسي ربح شوط لكن في المقابل خسر زوج لاعبين. والله كما ترى معناتها بعد ما سجلنا البطولة نتاعنا ما عرفتش الاتحاد ولا يديهم معناتها دو كارتون روج هكاك راتين. ان شاء الله معناتها تجميتون نصلحوا الوقفة نتاعنا ونعرفوا كيف نخرجوا من الماتش. ويظهر لي نحن تو بعد نقص العدد هذا ان شاء الله نحاولوا نركزوا امورنا باش نخرجوا مدافع وندخلوا مهاجم وان شاء الله نحاولوا نرفعوا على لجحنا ونطلبوا البينيتراسيون ونحاولوا نسجلوا باش نرجعوا في المقابله وننتصروا ان شاء الله. إذا هدف ل0 لصالح الملعب التونسي. كيفاش باش يتعامل المدرب خالد بن يحيى مع هذه الوضعية في انتظار ال 45 دقيقة اللي ما زالت في عمر هذه المقابلة؟ مازال 45 مينوت كما حدود النادي البنزرتي باش تسجل هدف كما حدودنا ما نحاولوا باش نتصرفوا نعرفوا كيفاش نتصرفوا معناها في المقابلة. جمال الدين الإمام هو اللي خلى مكانه الجودوين أترام مع انطلاق هذا الشوط الثاني من المباراة. التغيير الأول في صفوف الملعب التونسي. عالية في اتجاه طارق الزيادي مع فتحي المشرقي، تتعدى الجودوين أترام باهية لطارق الزيادي، هجوم معاكس لصالح الملعب التونسي سريع طارق الزيادي، فرصة هدف ثاني والهدف لا جانبية كانت خطيرة برشا على مرمى الحارس محمد التومي، ودي أعاد العملية. طارق الزيادي التسديد بقوة باليسار على يسار الحارس محمد التومي، وضربة مرمى لصالح الملعب التونسي في التنفيذ حارس المرمى عصام الكافي. ترجع من وليد العياري، أسامة السلامي، طارق الزيادي يبعد على محمد الجيزاني، طارق الزيادي ما زالت عنده الكرة يرفعها باليسار في اتجاه أسامة السلامي، فما إمكانية متاع إضافة هدف ثاني من أسامة السلامي. شوفوا طارق الزيادي وتبع فيه عبد السلام عرافة يرفع الكرة بساقه اليسار، أسامة السلامي باليسار يرفع الكرة لكن قوية كانت بعيدة على حارس المرمى محمد التومي. ترجع من صابر المحمدي، محمد الجيزاني، النادي الرياضي البنزرتي يضغط على خط دفاع الملعب التونسي في هذه اللحظات. خالد مراد قدامه صابر المحمدي، ترجع من عبد السلام عرافة وتضرب في صابر المحمدي وتخرج ركنية لصالح النادي البنزرتي. تنفيذ الركنية ترجع من أسامة السلامي، أسامة السلامي يلعب في خطة ظهير أيسر، ترجع مرة أخرى للنادي البنزرتي ثم نيس العياري يقصها تمشي قدام عبد اليولو ندياي، يتبع فيه الأسعد الورتاني يبعد عليه ويرفع كرة باهية وهدف التعادل. كان واضح أن هدف التعادل باش يجي للنادي البنزرتي بعد هذا الضغط. فابيانو دو سانتوس في الدقيقة 22 يعدل النتيجة لصالح النادي البنزرتي. فرحة كبيرة من فابيانو دو سانتوس بعد هدف التعادل. ضغط كبير، نقص عدد اللي بيشوفوا في الملعب التونسي. 21 دقيقة و54 ثانية فابيانو دو سانتوس يحقق هدف التعادل. أو شوفوا الإعادة، عبدول يورو جاي يرفع كرة بساقه اليمين وفابيانو دو سانتوس ما كانش مراقب، وضعية مريحة جدا يغالط الحارس عصام الكافي. هدف لهدف مع فابيانو دو سانتوس صاحب هدف التعادل. خالد مراد طويلة باتجاه سليم التونسي، سليم التونسي فرصة هدف ثاني والهدف لا يقول الحكم، لا يقول الحكم مراد الدعمي بعد إشارة من مساعده، لا يقول الحكم مراد الدعمي فما تسلل في الدقيقة 26 تسلل ضد سليم التونسي. واضحة الإشارة بتاع الحكم مراد الدعمي. فتحي المشرقي وكيل عادة الهجوم للنادي البنزرتي، سليم التونسي ومعاه جهاد زروق، تدخل جهاد زروق يتيح سليم التونسي. شو يقول الحكم مراد الدعمي؟ يقول ما فما شيء، ضربة مرمى لصالح الملعب التونسي. يرفع كرة عالية ترجع من الدفاع، ما زالت في مناطق الملعب التونسي والحكم مراد الدعمي ما يمشيش لنصف الميدان بعد إشارة من مساعده أنور هميلة. أمامنا واضحة الإشارة بتاع المساعد الحكم، يقف في مكانه الحكم مراد الدعمي ويشير إلى وجود تسلل. تعادل يعتبر إيجابي جدا اعتبار الملعب التونسي بادر بتسجيل الهدف الأول وحافظ استطاع بالمحافظة على نتيجة التعادل بالرغم من النقص العددي بعد إقصاء عدن البغولي وأنيس البوسعيدي. محمد الجيزاني
وفي هذه الآونة أمام الحكم مراد الدعمي يصفر نهاية لقاء الملعب التونسي والنادي الرياضي البنزرتي بتعادل الفريقين هدف. صحيح معناها نبدا فرحان بالنتيجه، اما اللي يهم الكل معناها ما خرجتش على نطاق الرياضه، وهذا المهم. هذا في وقت كما تو الناس الكل نستحملوا ما هي الا مقابله كره قدم. النادي البنزرتي قدم مقابله كبيره، حب يضغط بطبيعه الحال، ربح ممكن الضغط النفساني عليه شوي، وحنا حاولنا معناها نلعبوا امكانياتنا في الشوط الثاني وما قصرناش. خلقنا بس عديد الفرص، لكن فما شويه من التسرع اللي تشبث بالنتيجه. هذا ما يمنعش اللي سجلنا معناها هدف، وكان الحظ مش لحالفنا، خصوصا معناها في الكرات الثابته ما خدمناهمش كما يلزم.